كلام مهم جدا عن سحب ارض اكتوبر الخاصه بنادي الزمالك. امبارح واحنا قاعدين كالعاده ما اعرفش حوار الاخبار الليليه مع الزمالك، جوميز يمشي مش عارف مين يمشي، دايما هيحصل كده، دايما بالليل فجاه بنتفاجئ بشكل غريب ان في خبر صادم من جمهور الزمالك، ولكن الخبر ده بالنسبه لنا هو اسوأ خبر في تاريخ النادي للاسف الشديد. فكره الكلام عموما عن سحب الارض، انا حتى لسه شايف بوست من شويه الاستاذ محمد الجبالي الصحفي كتب ان رسميا تم سحب الارض، ما اعرفش الكلام بقى ده رسمي فعلا ولا لسه في بقى قضايا وهتروح وهتيجي وفي رد ومش عارف ايه والكلام ده، ولكن مجرد الكلام اصلا عن سحب ارض اكتوبر من الزمالك ده معناه ان مفيش منافسه في مصر خلاص. ان ارض اكتوبر هي المنفذ الوحيد لنادي الزمالك عشان يبقى معاه فلوس عموما. ليه حضرتك؟ ان الاهلي بيصرف مليارات وبيراميدز برضه بيصرف مليارات. في لعيبه في بيراميدز بتاخد عقودها بالدولار، والاهلي كذلك. في لعيب في الاهلي بياخد في السنه 150 مليون جنيه. فدول الانديه اللي انت بتنافسهم. ما ينفعش يا جماعه نهائي عربيه فراري تخسر قدام مثلا عربيه كارو، عربيه فيات 128 مثلا قديمه منقرضه، مستحيل. اكيد الفراري هتكسب الفيات 128. طب عشان حضرتك تبقى فراري محتاج ايه؟ محتاج فلوس بس، مش محتاج اي حاجه ثانيه. سيبك بقى من موضوع الاداره والفكر، فلوس. انا هنا انت لو اديتني مثلا 3 4 مليون دولار اجيب لك 3 4 لعيبه جامدين جدا جدا جدا، او ممكن اجيب لك 2 سوبر السوبر. هي دي الفلوس. بيراميدز راح جاب جناح ب 3 مليون دولار، سواء كان هو لسه ما تعلقش، هو عموما لاعب سوبر ما تقدرش تلوم اللي جابه. الاهلي مثلا راح جاب محمد علي بن رمضان بمبلغ كبير جدا، كواليتي. ودي الحقيقه ولازم نقول كده، الكواليتي هو اللي بيفرق. طب الكواليتي بتجيبه ازاي حضرتك؟ بالفلوس. فرجاني ساسي لما جه الزمالك انت جبته فري ولا دفعت فيه رقم كبير جدا للنادي بتاعه وراتب للاعب؟ فالموضوع فلوس يا جماعه، ثم فلوس ثم فلوس ثم فلوس من غير اضاءه. اقسم بالله العلي العظيم لو ناس حتى ما لهمش في الكوره ما يعرفوش اي حاجه عن الكوره، معاك شويه فلوس هتجيب لك احلى لعيبه. الموضوع بالذات في مصر، بره في انديه كتير قوي معاها فلوس، فممكن يبقى الموضوع هنا بتركز بتختار صح. فكر هنا في مصر لا، انت لو معاك قرشين هتجيب لك 2 3 لعيبه جامدين قوي هتنافس بيهم وهتكتسح اي فريق وهتكتسح القاره كلها. فزي ما قلت لك انا مش صحفي ما اعرفش الارض اتسحبت رسمي ولا لا، انا عايز اتكلم في حاجه مهمه. ايه اهميه الارض دي اصلا عموما بقى يا جماعه؟ لازم برضو الناس تعرف. انا صورت فيديو والله لا صورته خلاص ومنتجته ما رفعتوش، كنت عامل فيديو عن ارض اكتوبر، ما اعرفش حظ غريب جدا جدا، حاجه يعني سبحان الله يعني. كنت عامل عن مزايا ارض وهتعمل ايه في النادي، كنت بعمل نوع من انواع التفاؤل ان حتى لو السنه دي لا قدر الله مثلا طلعنا بموسم صفري، فما تقلقوش ان الارض عمال ما تتبني هتدخل مليارات. ازاي بقى؟ انا اقول لك في حاجه اسمها يا جماعه قيمه الاشتراك بنادي الزمالك العضويه، بتشتريها بتبقى فرنج 350,000 جنيه. في كام عدد هيشتري؟ آلاف، لان فرع 100 عقبه لو فرع اصغر شويه في عدد كبير جدا من الناس، ما بالك بقى فرع اكتوبر اللي هو تقريبا ضعف فرع 100 عقبه على المستوى الحجم، وكمان في استثمارات يقال ان هي كان هيبقى فيه مول وبنوك وحاجات كتير قوي. طب دي حضرتك بتعمل ايه؟ بتجذب ناس اكتر يشتركوا في النادي. وعلى فكره ممكن حد يقول لي يا جو هل اللي يشترك لازم يبقى زملكاوي؟ ممكن اصلا يبقى يشترك في الكوره. هو نادي وادي دجله اللي هو ما شاء الله نادي ناجح جدا وبادي فروع كتير وكل ده، هل ده نادي في حد بيشجعه؟ نقعد كده بنشجع والله يا وادي دجله؟ مفيش. ناس بتشترك فيه ليه؟ عشان هو نادي اجتماعي. فاللي بيشترك في النادي بيهتم بالنادي الاجتماعي، ملوش علاقه النادي ده اسمه ايه، او انه ممكن واحد اهلاوي يشترك عادي، ممكن يبقى جنب البيت عنده فراح يشترك. نادي اجتماعي. انت بتقول نادي الزمالك طبعا اسم كبير وكل ده، ولكن انت بتبص على النادي اجتماعيا. فزي ما قلت لك لو في الاف اشتركوا ودفعوا مبلغ كل واحد 350,000 جنيه اضرب ده هيطلع لك مليارات. ده غير ان في جزء كان في الارض استثماري اتباع بمبلغ كبير جدا، وفي حاجه اسمها تأجير محلات. تأجير محلات زي في فرع 100 عقبه هتلاقي فيه عصور محلات كتير قوي، دي بتدفع ايجارات كل سنه. الموضوع ده بقى هيدخل لك مليارات، ممكن 8 مليار 10 مليار وما بركش. الرقم ده بجد ورقم حقيقي مش رقم فيك. طب رقم زي ده حضرتك ده مش يبني لك فرقه، ده يبني لك 100,000 فرقه. ده ممكن يعيشك، مش ممكن هيعيشك سنين طويله جدا لقدام. مش هتحتاج فلوس من اي حد، وغير كده هتبني فرقه. انت ممكن تمشي كل اللي موجودين بالمدرب وتروح تجيب مورينيو عادي، ما بهرجش على فكره، مش بهزر. وبالتالي المستفيد الوحيد من الموضوع ده هو النادي الاهلي. يقول لك بس هتقول لها جو بص يا جماعه لو في حد اهلاوي والنبي بيتفرج ارجوك اسمع للاخر، لان انا هقول لك حاجه دلوقتي هتبان لك متناقضه ولكن حاجه مهمه. هل انا معنى كلامي ان اداره الاهلي هي اللي عملت كده؟ لا. افهم يا جماعه، في ناس شايفه دايما ان الاهلي لازم ينافس، ما ينفعش الاهلي يقع لاسباب كتير قوي 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 ما اقدرش اتكلم عليها. الناس فاهمه والناس عارفه كل ده. ففي ناس مش عايزه الاهلي، مش شرط الاهلي من جوه، ممكن الاهلي نفسه في دماغه ولا في دماغه اصلا موضوع الزمالك يبني فرع ولا اتنين، مش في دماغه. انا بقول لك اعتقاد شخصي مني ان اداره الاهلي مش في دماغها الموضوع. لكن في ناس لا، ايه ده الزمالك هيعمل فرع هيجي له مليارات، ده ممكن يجيب لعيبه، ده ممكن الزمالك يجيب لعيبه من الاهلي.
اسمع دي، في لاعب في الاهلي رافض حتى الان تجديد عقده، في 2 لعيبه بالظبط في الاهلي الاثنين في نص الملعب رافضين تجديد عقدهم مع النادي الاهلي حتى الان. طب ما الزمالك لو السنه الجايه الفرع اتبنى او حتى خدت منه جزء كبير، ما انت ما بتستناش الفرع اتبنى، انت بتاخد الاول مقدم بتاع الاشتراكات والتاجير وكل ده، فيدخل لك فلوس، فالسنه الجايه ممكن تجيب الاثنين دول، وبالتالي كده هتبقى انت ضربت الاهلي في مقتل، وتبقى حطيت على الاهلي صح وجبت 2 سوبر في نص الملعب، لاعب 6 ولاعب بيلعب دلوقتي في الاهلي رقم 10، الاثنين دول هتجيبهم بمنتهى السهوله، لان دول اصلا عايزين فلوس مش اي حاجه ثانيه، اللي هو مشى من عندنا اوريدي واحد منهم عشان الفلوس، فانت ممكن تروح تجيب دول، فانت كده تبقى صعبه قوي على الاهلي، تبقى صعبه جدا. فممكن اداره الاهلي نفسها ما تفكرش في ده، ولكن في ناس من فوق شايفه ده، اللي هو لا الزمالك ينافس بس ما ينافسش زي الاهلي، الاهلي لازم ينافس ويكتسح، لازم، ما ينفعش كده الزمالك هيعلي على الاهلي. اسمع دي كده، الزمالك لو خدت فلوس فرع اكتوبر دي هتبقى اعلى من الاهلي ماديا، انت بقى شرطك في اختيار اللعيبه، ودي سهله، تجيب لك لعيبه من الاهلي شخصيا، العقده الرابط تخلص يبقى زي الفل، تروح تجيب فيرود، انت ممكن تروح تجيب وسام ابو علي اصلا هو اتباع بكام؟ 6 مليون دولار، هتدفع 8 مليون هتجيبه، فانت كده تبقى انت جبت لعيبه من الاهلي، فانت كده تبقى رديت على الاهلي، فكده غلط، لان هتبقى معاك فلوس كتير جدا جدا. اسمع بقى دي، مفيش لاعب هيتاخر له جنيه واحد او دولار واحد لو لاعب اجنبي، مفيش، كل لاعب هتاخد مستحقاتها مكافاتها، وبالتالي النادي هيستقر. زي ما قلت لك اداره يعني ممكن ما تفكرش ده، لان هم معاهم فلوس كتير جدا، معاهم مليارات اوريدي برضه، ولكن انا برضه هيبقى معايا مليارات، في ناس مش عايزه ده، في ناس اصلا عايزه الاهلي ينافس لوحده عشان حاجات كتير اتقالت قبل كده على الهوا والناس فاهمه، وبالتالي يا جماعه في ناس مش عايزه الزمالك ينافسوا. في حاجه برضه نسيت اقولها لك، ان في حاجه اسمها تجديد عضويات كل سنه، فالناس اللي اشتركت في فرع اكتوبر واللي في 100 عقبه كل واحد منهم بيدفع تجديد عضويه كل سنه. تخيل بقى العدد الكبير من الالاف، انا بقول لك ممكن الرقم يعدي 300 مليون جنيه من الهوا، غير تاجير المحلات كل سنه الايجار بيتدفع، حاجات كتير قوي ممكن توسع الارض، في حاجات كتير قوي ممكن تعملها اوريدي هتدخل لك فلوس في الاول مليارات، في بقى ملايين هتدخل لك كل سنه، ممكن 300 مليون 400 مليون كل سنه من الفرعين بتاع 100 عقبه الاساسي ومن اكتوبر، ففي فلوس اوريدي هتدخل لك دي مدى الحياه. تجديد العضويه ده بتدفع مدى الحياه لغايه اخر يوم في الدنيا هتدفع. تاجير المحلات مدى الحياه، وتاجير المحلات ده بيزيد كل سنه، يعني مثلا افرض مثلا انت عايز تاجر لبلبن مثلا، جالك فرع مثلا الملكي عايز يأجر اغلى منه، هتاخد اكتر عادي، هتقعدوا تساوموا بعض، هيعلي مزاد، لان دي فلوس دوله وفلوس الحكومه، فطبيعي هتاخد الاعلى، فكل ده بيزيد وبيزود فلوس وموارد. نادي الزمالك جون ادوارد بمبلغ قليل عمل لك جاب لك 10 لعيبه، ما بالك بقى لو اديت له مليارات هيعمل لك ايه؟ ركز في دي. في ناس بقى مش عايزه ده، في ناس عايز الزمالك لا ما ينافسش، او تبقى ثالث مثلا دلوقتي، او تبقى ثاني او ثالث، لكن ما تعليش على الاهلي. يا عم ممكن تبقى ثاني بس ما تعليش على الاهلي ماديا، ان الناس عرفت وبانت ان الموضوع فلوس بس. بص تاني، اقسم بالله العلي العظيم ما في مجد في الاهلي، وانا بحلف بالله هو الدليل ان وسام ابو علي ساب الاهلي. رامي ربيعه بعد ما هو عيل صغير في الاهلي من ناشئين الاهلي جاله قرشين زياده في العين الاماراتي راح. اكرم توفيق ساب كاس العالم للانديه وراح في نادي والله ما اعرف اسمه ايه اصلا النادي اللي في قطر، قرشين زياده كتير بقى في النادي هتلاقي كده. ديانج حتى الان مش عايز يجدد. احمد عبد القادر، هو احمد عبد القادر يا جماعه حتى الان ولا عايز يتمرن ولا عايز يجدد ولا عايز يروح النادي اصلا، وكل شويه نازل ستوريز وبتاع ويلقح على النادي الاهلي. ليه مش عاجبه المجد؟ لان مفيش حاجه اسمها المجد، اللعيبه كلها دلوقتي بتدور على الفلوس، والجمهور الاهلي واهم نفسه بعض صناع المحتوى. اصل والله شفتها زيزو اختار المجد والله العظيم. طب يعني تحلف بدل زيزو ما ياخدش اكتر من 100 مليون؟ طب والله العظيم لو زيزو ما بياخدش اكتر من 100 مليون مش هتكلم في الكوره تاني. اكتر من 100 طبعا هو اللي مكتوب مش 100، اللي مكتوب اقل طبعا بكتير عشان حوارات كتير، ولكن انا بقول لك بيعدي كمان ال 150، وده معروف يا جماعه. يا عم ياخد اللي هو هياخده، افهمني، ده معناه ان هو رايح عشان الفلوس بس. فكره بقى ان انت باين ان هو هياخد 5 مليون، 5 مليون يا جماعه اللي بياخدهم، ما تصلوا على النبي يا جماعه ونفكر شويه. اللعيب هيسيب مبلغ كان هياخده محترم في الزمالك عشان ياخد اكتر؟ اكيد هياخد اقل ليه يعني؟ مفيش حاجه اسمها المجد. واللعيبه اللي في الاهلي اللي من ناشئين الاهلي سابوا الاهلي عشان الفلوس عادي، هو الموضوع فلوس. في ناس اكتشفت ان الموضوع فلوس بس، ولا مجد ولا اسم ولا اي حاجه، موضوع فلوس. فهم خايفين ان الزمالك يجيب فلوس كتير جدا فينافس، مش ينافس هو بس، ده ياخد اللعيبه من قلب الاهلي. الكلام ده مش من اداره الاهلي، ركز معايا عشان دلوقتي في ناس هتدبدب في الارض. مش بقول لك ان ده من اداره الاهلي، ده من ناس اعلى من اداره الاهلي. فالموضوع يا جماعه لو انا بقول لك الارض دي تم سحبها رسميا وانتهت، انا بقول لك اسمع مني والله بجد، اعلن رسميا ان مفيش منافسه، قول كده والله بجد، النادي هياخد كل البطولات وخلاص، الزمالك اتقلب نادي اجتماعي وخلاص. طب مش عايز احبطك بس دي الحقيقه، الاهلي معاه مليارات حضرتك، وبيراميدز معاه مليارات. خد بالك بيراميدز هيصرف، انا بقول لك بيراميدز لو وقعت تاني هتلاقي في يناير مشى 3 اجانب، وخليك فاكر هيمشي الكارتي وتوريه والفرد، وهيجيب لك 3 جامدين، 3 كده. كان في لعيبه الماني البيراميدز بيفاوضوا فرود قوي جدا، ممكن نجيبه، يمشي توريه، يمشي قصدي الفرود مايلي ويجيبه، هيجيب لك لعيبه اتقل، ممكن ياخد لعيبه من الزمالك. خد بالك
في لعيبه من الزمالك حتى الان مش عايزه تجدد، ناس خايفه بس من الاهلي، بس مش بص على بيراميدز. يعني ممكن اللعيب ما يروحش الاهلي اللي يجي له اكتر، وبيراميدز دلوقتي ما بيدخلش اطلاقا في صفقات الاهلي، ودي عليها 100 علامه استفهام. فيا جماعه انا بقول اهو بعلن رسميا اهو، لو الناس خلاص رسمي اتسحبت، ما هو اتسحبت دي ممكن النهارده اتسحبت بس بكره نحاول نرجعها. لو خلاص الموضوع انتهى بعد فتره انتهت والارض خلاص ما بقتش ملك، حتى لو دون ارض تانية مش هعترف بيها، لو الارض دي انتهت وخلاص بقت ملك الناس تانية وما بقتش ملك نادي الزمالك، انا بقول لك يطلع كده رئيس الرابطه والناس في الاتحاد الكوري يعلنوا رسميا ان الاهلي بطل الدوري 100 سنه قدام. خلاص انا عارف ان كلامي محبط وكلامي انتوا عارفين يا جماعه انا في عز الخساره بقول لك لا وبجيب لك الحاجات الايجابيه، ولكن موضوع صعب قوي. وخد بالك بقى، اعتقد شخصي من ان جون جاي على ده ممكن جون يقول لك ايه ده مفيش فلوس في النادي، هعمل ايه؟ طب اللعيبه دي اللي بتاخد رواتبها، جون عمل نظام جديد اللعيبه تاخد رواتبها كل شهر، هتجيب فلوس منين كل شهر؟ هتجيب منين؟ من الارض. لكن في فلوس هتخش الفتره دي، وفلوس هتخش السنه الجايه، وفلوس هتخش السنه اللي بعدها، وفلوس هتخش مدى الحياه للنادي بسبب ارض اكتوبر. وارض اكتوبر دي هتخليك تعمل ارض مطروح، وتخليك تعمل معرفش ارض رابعه وخامسه، وتفتح زي الاهلي 5 6 فروع، ليه لا؟ لكن في ناس مش عايزه كده، في ناس عايزه لا الاهلي بس هو اللي ينافس يبقى موجود عشان الناس تنام مبسوطه، ودي الحقيقه المره لازم الناس تعرفها. بصوا يا جماعه، بحب الزمالك جدا وانتوا عارفين ده، وانا كنت بحضر فيديو تحليل اقسم بالله اتقفلت. تحليل ايه دلوقتي؟ انا اهم عندي يا جماعه نشوف الموضوع ده، لو في حلول تتعمل. والسبب هنا الاداره، انا ما اعرفش بقى مين السبب، ما اعرفش ايه سبب المشكله. شفت امبارح لايف لسانتي كان بيتكلم عن ان في خيانه من جوه يا جماعه، مش بقول لسانتي يقول الاسم، بس لو الناس من الاداره عارفه يطلعوا انتوا كاداره تقولوا مين الخاين اللي وسطيكوا. مش هقول لك الصحفي ما يقدرش يقولوا، لان في الاول وفي الاخر لو قلت اسم حد هيعمل لك قضيه تشهير. طب لا حرام، ما نتمناش الاذى لاي حد. الاداره نفسها خلص، شوف لي مين المشكله ونقضي عليه خالص، نمشيه من النادي. موضوع بسيط. وهل لو في شخص مشكله، صلى على النبي، لو واحد ممشي كلمته على 10 التانيين يبقى ال10 التانيين ما لهمش لازمه. وانا بقول لك اهو تالت، لو الارض دي انسحبت من نادي الزمالك رسميا يبقى ده الزمالك لازم تمشي النهارده قبل بكره، دلوقتي قبل بكره. في الحاله منزل فيديو 9:30 بالليل وما اعرفش زي ما قلت لك الارض اتسحبت رسميا ولا. انا مش صحفي، انا زيك بشوف الاخبار زيك، راجل بتاع تحليل فقط، وكنت بحضر فيديو تحليل قفلت بسبب الموضوع ده، لان الموضوع ده هو مستقبل الزمالك. فاتمنى يا جماعه ان الاداره تتحرك، حتى لو اتسحبت بشكل رسمي لا ممكن نقعد مع الناس ومع وزير الشباب والرياضه ومع الناس في الدوله. يا جماعه جمهور الزمالك بالملايين، يا جماعه نتقي الله شويه، ما فيهاش حاجه خالص لما الزمالك ينافس برضه. الاهلي هينبسط والزمالك جمهور الاهلي بالملايين هينبسط وجمهور الزمالك بالملايين هينبسط. لما ترجع منافسه بين الزمالك والاهلي صدقني والله انا اعرف واحد اهلاوي بيقول لي انا نفسي الزمالك يرجع، اقسم بالله اعرف ناس مبسوطه بصفقات الزمالك، وفي ناس بجد انا عارف ان عددهم قليل ولكن الناس عايزه منافسه، ناس زهقت. حتى تشوف مدرجات الاهلي ضحك، ما فيش حتى جمهور حقيقي للنادي الاهلي، ما فيش، كله كام لجنه بالصفحات المشهوره بتقبض ملايين من اداره الاهلي، بس ما فيش اصلا منافسه. طب ما تعمل منافسه عشان الدوري يولع، او يا عم الاهلي ياخد الدوري مفيش مشكله، انا اخد الدوري مفيش مشكله، بس يبقى في منافسه. موضوع بسيط يا جماعه، عايزين نعمل منافسه بين كل الانديه، المصري، الزمالك، الاهلي، الاتحاد، الاسماعيلي، بيراميدز، كل الانديه تنافس بعض. لكن انت عايز الاهلي لوحده يبقى معاه مليارات وبقيه الانديه معاش حاجه خالص. لان الاسماعيلي امبارح ناس الاسماعيلي بيقول لك انا ببيع الكنزات اللي في النادي، لعيب في الاهلي بياخد 150 مليون والاسماعيلي بيبيع الكنزات عشان يجيب فلوس للعيبه يا جماعه. طب دي منافسه؟ قول لي بقى مثلا الاسماعيلي لما يجي يلعب الاهلي يقول لك ايه؟ المانجا والله بشوفها ناس متخلفه، الاهلي يكسب الاسماعيلي يقول لك الاهلي فعص المانجا. والله ناس مش بتبيع الكنزات اللي في النادي، وانت بقى عندك لعيب واحد بياخد 150 مليون عشان يعمل درجن يجري بالكرة بس 150 مليون. انت لو اديتهم دول للاسماعيلي هيقوم لك الفرقه كلها. يبقى يا جماعه نتقي الله ونخلي منافسه يا جماعه بين الانديه الجماهيريه بقى، يبقى كل الانديه بتنافس بعض. يا عم انا اكسب الاهلي يكسب بيراميدز يكسب مفيش مشكله عادي، بالعكس انا احب كده، احب انا اكسب الاهلي مره والاهلي يكسبني مره، هي دي المنافسه، عشان اغل، عشان اجي ماتش ثالث اغل. لكن فكره الاهلي بقى خلاص معاه مليارات، ما هيكسب كل الماتشات وهياخد كل البطولات، يبقى ايه لازمتها اصلا بقى الدوري والمنافسه في مصر وافريقيا؟ فاتمنى يا جماعه الناس تراجع نفسها، وان الاداره، بتكلم على الاداره، يرجعوا نفسهم ويتقوا الله ويحاولوا ان هم يرجعوا الارض دي، يتصرفوا. حتى لو السنه دي هتقول ما فيش، حتى لو هتبيع لعيبه عشان تبني الارض بيع، اسمع دي، لو هتبيع لعيبه في الفرقه عشان تبني دي المستقبل، هتجيب لك فلوس السنه الجايه تجيب لعيبه اجمد عادي، بس المهم ايه ان الارض دي تتبني يا جماعه، واتمنى انها ما تتسحبش نهائي. السلام عليكم.